تحب تطلع أي رحلة من الرحلتين دول؟ رحلة لسريلانكا في أحضان الطبيعة ومزارع الشاي والحياة البرية، ولا رحلة للمالديف مع أجواء الاسترخاء على الشواطئ الرملية والمية التركوازية الصافية اللي ملهاش مثيل؟ محتار؟ نفسك تختار الاتنين؟ طب وإيه رأيك في رحلة بتجمع الاتنين فعلاً؟ في حلقة النهاردة من لف العالم مع منفيس هنقول لك على أفضل برنامج ممكن تعمله في رحلة سريلانكا المالديف. لف العالم مع منفيس كل خميس بتبدأ رحلتك من سريلانكا، بتنزل على مطار كولومبو العاصمة، ومحطتك الأولى هتكون في المدينة الساحلية الجميلة نيجومبو على الساحل الغربي. بعد ما توصل ممكن بالليل تنزل تتمشى في المدينة وتروح شاطئ نيجومبو وتستمتع بالمنظر الجميل للمحيط الهادي، وتدوق الأكل السريلانكي لأول مرة على العشاء في واحد من المطاعم القريبة. برنامج خفيف استعداداً لليوم التاني. ابدأ يومك التاني برحلة الصبح بدري على متن قارب في بحيرة نيجومبو، وفي الوقت اللي بتستمتع فيه بكوكتيل أو مشروب جوز الهند الطازة بتشوف شروق الشمس الجميل فوق غابات المانجروف في البحيرة. وبعد رحلة القارب اعمل سيتي تور في المدينة. بتسيب نيجومبو وبتنطلق لواحدة من المدن السياحية المهمة في سريلانكا وهي مدينة كاندي. بمجرد وصولك ابدأ بأشهر المعالم السياحية في كاندي، وهو معبد بقايا الأسنان المقدسة. المعبد ده مشهور بمكانته المقدسة عند السكان المحليين، ويقال إنه بيضم بقايا من أسنان بوذا محفوظة في تابوت ذهبي. خلص زيارتك للمعبد وتحرك بعدها لأجمل محطة في كاندي، وهي الحديقة الملكية النباتية. دي حديقة بتضم يجي 4000 نوع من الأشجار والنباتات والورود والأعشاب الطبية والبهارات. خد وقتك في الحديقة واستمتع بالمناظر الطبيعية الجميلة والريحة العطرة اللي بتحوطك من كل مكان. وبعد ما تكون أخدت وقتك في الحديقة اعمل جولة حرة في مدينة كاندي عشان لو حبيت تشتري هدايا تذكارية، أو لو حبيت تعمل شوبينج في واحد من أسواق ومولات كاندي المشهورة زي كاندي ماركت هول وكاندي سيتي سنتر، وده تحديداً أكبر مول في مدينة كاندي مكون من 11 دور. هتلاقي فيه ستورز للملابس والأحذية والعطور، وكمان فود كورت ومنطقة ترفيهية. ومن كاندي لمزارع ومصانع الشاي في مدينة نوارا إيليا. في نوارا إيليا بتشوف مزارع الشاي المشهورة بيها سريلانكا بمنظرها الأخضر الجميل الممتد على مرمى البصر. بتتعرف وبتتعلم هناك كل حاجة عن عملية إنتاج الشاي السريلانكي، وبتعيش كمان تجربة إنك تقطف أوراق الشاي من المزارع بنفسك. وفي نهاية زيارتك ما تنساش تشتري باكيجات الشاي علشانك وكمان كهدايا لحبايبك. اتمشى بعدها على طول القضبان على جسر 9 أرش، جسر متحوط بحقول الشاي. فصور هناك بتبقى حلوة قوي، وخصوصاً لما القطر يعدي من جنبك. الطبيعة في نوارا إيليا مش بس بتتوقف عند مزارع الشاي، لأن الشلالات هناك حاجة تانية، فضروري ما تفوتش زيارة شلال رافانا. لو حابب تستمتع بأجمل شواطئ سريلانكا فاتجه للجنوب للمدينة الساحلية أونواتونا في منطقة جالا. هناك بتلاقي الشواطئ بشجر النخيل والرمل الأبيض ومية المحيط الهندي الدافية. ومن أفضل الشواطئ اللي ممكن تنزل عليها شاطئ أونواتونا الرئيسي وشاطئ جونجل. إلا إن السباحة والسيرفينج مش الأنشطة الوحيدة اللي ممكن تعملها في أونواتونا. أنت كمان تقدر تعمل واحدة من أجمل مغامرات السفاري في حديقة أودوالوي الوطنية. ورحلة السفاري في البارك دي تحديداً هتضمن لك إنك هتشوف الفيلة السريلانكية. وبعد ما تكون استمتعت بأشهر معالم سريلانكا وشواطئها وطبيعتها الجميلة، بترجع تاني على كولومبو العاصمة. فقرة الشوبينج هي فقرة أساسية قبل ما تسيب كولومبو، لأن سريلانكا من أرخص الدول الآسيوية اللي بيتم فيها تصنيع البراندز العالمية. ومول كولومبو سيتي سنتر من أكبر مراكز التسوق في سريلانكا. وبسبب قرب سريلانكا من جزر المالديف فبتكون فرصة هايلة إنك تزور البلدين في سفرية واحدة.
فالطيران من كولومبو لجزيرة مالا الجزيرة العاصمة لجزر المالديف بياخد أقل من ساعتين، ودي طبعاً ميزة إنك تقضي كام يوم من الاسترخاء التام في جزر الجنة على الأرض جزر المالديف. زي ما ذكرنا بتنزل على مطار مالا الدولي المطار الرئيسي لجزر المالديف، ومن مالا بتاخد العبارة لجزيرة مافوشي من أجمل جزر المالديف المحلية اللي ممكن تنزل عليها وبتكاليف معقولة. مهما طالت أو قصرت مدة إقامتك على الجزيرة فهتلاقي حاجات كتير ممكن تعملها، ولكن أهم تجربة ضروري تاخدها هي تجربة السنوركلينج أو السكوبا دايفنج، وده لأن الشعاب المرجانية في مواقع الغطس في الجزيرة جميلة جداً، ده غير أسماك القرش والري والسلاحف اللي هتشوفها، بجانب طبعاً الألعاب المائية زي الجيت سكينج، الكاياكينج والويند سيرفينج. ولو بتحب الصيد فممكن تطلع رحلة بحرية بالقارب من جزيرة مافوشي وتتمشى على الساند بانك، جزيرة صغيرة من الرملة بتحوطها مية المحيط الهندي من كل ناحية. وممكن كمان من جزيرة مافوشي تطلع تقضي يوم على البيكنيك آيلاند، جزيرة عذراء ما عليهاش أي فنادق ومنتجعات، وممكن يومها تكون أنت الوحيد الموجود عليها. وبكده تكون استمتعت برحلة زرت فيها سريلانكا والمالديف في سفرية واحدة. لو عجبتك حلقة النهاردة ما تنساش تعمل لنا لايك وتضغط سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بحلقتنا الجديدة الأسبوع الجاي.